سوف يأتي يوم تكشف فيه كل الحقائق وتزاح فيه الأستار عن كل الأسرار، ليعرف القاصي والداني معدن هذا الرجل الذي وهب عمره وحياته لصالح مصر وشعبها وليس لمصلحة نظام أو شخص. تحمل الكثير، وخرجت المظاهرات تدعوه لتولي القيادة وحمل الأمانة لأنه القوي الأمين. كان دائما رهن إشارة الوطن دون تزايد أو استعلاء، وتحمل في صمت الكثير والكثير حتى لقي ربه في 19 من يوليو لعام 2012. إنه اللواء عمر سليمان، مصري حتى النخاع، أحب وطنه فأحبه أبناء وطنه. التحق بالكلية الحربية ليحقق حلم والده أن يكون ضابطا مثل جمال عبد الناصر. تخرج عام 1954 وكان من الأوائل، فكرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حفلة تخرج. شارك اللواء عمر سليمان في حروب مصر كلها، كما حصل على أرقى الشهادات العلمية في العلوم العسكرية وأيضا العلوم السياسية. تنقل الراحل في عدد من المناصب حتى وصل لرئاسة جهاز المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة جهاز المخابرات العامة المصرية منذ عام 1993، ليصبح هدفه الرئيسي هو حماية أمن مصر واستقرارها من أي خطر خارجي يمكن أن يهددها. كان عمر سليمان مسؤولا عن جهاز لم يتورط في أعمال تعذيب ولا احتكار للسلطة، وكان يجسد تغيرا في نظرة الشعب المصري إلى مدير مخابراته. وخلال توليه المنصب أدار سليمان ملفات ذات أهمية بالغة لأمن مصر القومي، وكان أحد مهندسي المصالحة الفلسطينية، ولعب أدوارا مهمة لمساعدة الشعب الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان القاهرة. تلبية لدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة وبرعاية مشكورة منها، عقد في القاهرة مؤتمر الحوار الفلسطيني خلال الفترة من 15 إلى 17/3/2005 بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحضور 12 تنظيما وفصيلا. سوف يسجل التاريخ لكم أو عليكم، فاجعلوه يسجل لكم، وابعثوا في الشعب الفلسطيني بسمة الأمل، ووجهوا دعاءكم لله سبحانه وتعالى أن يجعل مسعاكم لخير وطنكم، وأن يجعل التوفيق حليفكم. رضي الله عنا وعنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الأيام الأولى للثورة لم يظهر سليمان على الإطلاق، ومرت الأيام بين مظاهرات وتصريحات لمسؤولين كبار في الحكومة تهاجم المظاهرات وتتحدث عن أجندات خارجية للمشاركين فيها، حتى ظهر مبارك نفسه مساء يوم 28 من يناير لعام 2011 ليردد نفس العبارات ويعلن قبول استقالة الحكومة، رافضا نصيحة عمر سليمان بحل مجلس الشعب الذي تم تزويره.
وفي صباح اليوم التالي والخامس من اندلاع أحداث ثورة يناير، خرج مبارك على المصريين بقرار جديد، وهو تعيين اللواء عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية ليزج به في لحظة تداعي النظام إلى دور لم يكن يرغبه ولم يسعى إليه. ظهر سليمان للمرة الأولى منذ بداية الأحداث على شاشة التلفزيون المصري، وهو يؤدي اليمين أمام رئيس بدا منهكا ومتوترا للغاية، والذي ناشد سليمان بقبول المنصب لدرجة الاستعطاف. أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. كان قبول عمر سليمان منصب نائب رئيس الجمهورية لقناعات أخرى، أهمها أنه يضع بذلك المسمار الأخير في نعش التوريث. ورغم أن تعيين سليمان كنائب لرئيس الجمهورية كان مطلبا شعبيا منذ سنوات عديدة لعدد كبير من المواطنين والقوى الوطنية، إلا أن سليمان لم يسلم من محاولة اغتيال لم يتهم فيها أحدا. فقد دقت ساعة العدل، والتسير على بركة الله المؤمنين بصلابة هذا الشعب وقدرته على تجاوز النهم ومواجهة التحديات. سنعمل بروح الفريق الواحد وبعزيمة المصريين التي لا تزيد. في 31 من يناير ظهر سليمان ليدلي بأول تصريح له كنائب للرئيس، ويقول إن حوارا سيبدأ مع جميع القوى السياسية حول مختلف القضايا المثارة. ونجح سليمان في ضم كافة القوى الثورية والشبابية التي شاركت في ثورة يناير، غير أنه لم تفلح النوايا الطيبة والجهود السابقة أمام إصرار البعض على استغلال الفرصة التاريخية للاستحواذ على كل شيء ولمصلحة فصيل واحد. وأدرك سليمان أن هناك شيئا يخطط له للاستيلاء على ثورة شعب. هو الهدف هو انتقال سلمي للسلطة. وفي مساء 3 من فبراير ظهر اللواء عمر سليمان على التلفزيون المصري ليؤكد أن الشباب الذين خرجوا في المظاهرات لهم مطالب مشروعة تمت دراستها للاستجابة لها. بقول للشباب احنا بنشكركم على ما فعلتم، وأنتم الشرارة التي أوقدت الإصلاح في هذه الفترة. 13 يوما قضاها اللواء عمر سليمان في منصب نائب رئيس الجمهورية، من 29 من يناير لعام 2011 حتى 11 من فبراير عندما قرأ خطاب التنحي. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. وفي 9 من نوفمبر لعام 2011 كانت العدالة ومصر كلها مع موعد مع شهادة الحق التي أدلى بها عمر سليمان أمام محكمة القرن، التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاء ووزير داخليته و6 من كبار معاونيه، لتضيء الطريق وتكشف حقيقة من قاموا بالفوضى واقتحام السجون في الأيام الأولى لثورة 25 من يناير. وقال اللواء عمر سليمان في نص شهادته: خلال متابعتنا للنشاط الفلسطيني وجدنا هناك بعض الاتصالات بين حركة حماس والبدو في سيناء، وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق الموجودة بين غزة والحدود المصرية للاتصال بالبدو والاتفاق معهم على مدهم ببعض الأسلحة والذخائر مقابل معاونتهم في المساعدة على إخراج عناصرهم من السجون المصرية. وكان ذلك يوم 27 من يناير، وبالفعل قام بعض البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد وضرب عشوائي في جميع المناطق المحيطة بالأنفاق بالأسلحة النارية حتى لا تقترب الشرطة وقوات حرس الحدود من هذه المناطق ويتم تهريب الأسلحة والألغام والمفرقعات.
وكانت كتائب عز الدين القسام في الاتجاه الآخر من الحدود مع قطاع غزة تقوم بنشاط عسكري حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبذلك نجحت عملية تهريب الأسلحة للبدو، وقام البدو باصطحابهم للقاهرة للقيام بعملية اقتحام السجون المتواجد بها عناصر حماس، وشارك أيضا معهم عناصر في حدود من 70 إلى 90 من حزب الله المتواجدين بقطاع غزة يوم 27 و28 الذين كانوا موجودين بعد صلاة الجمعة، وجزء منهم شوهد بميدان التحرير، وآخرين كانوا متواجدين ليستعدوا لعملية الاقتحام مع عناصر أخرى من المهربين الذين تربطهم علاقة بالبدو عند وادي النطرون تحديدا. وعلى مدى عام وشهر تقريبا آثر الرجل الانزواء عن المشهد تماما، فلم يكن في يوم من الأيام طامعا في سلطة أو ساعيا إلى منصب، وكان يؤدي دوره كجندي في هذا الوطن حريصا على أمنه ورفعته. احنا عايزين راجل يساوي 100 مليون، رجل يساوي 100 مليون، هو عمر سليمان ومفيش كلام تاني. احنا محتاجين ان هو يقف جنب مصر في وقت عصيب زي ده، لان مصر مش محتاجه ان حد يتخلى عنها عشان اي سبب من الاسباب. تعالى انقذنا من الاخوان والسلفيين اللي هيدمروا مصر. مصر هتقع وانت هتبقى بعيد عنا، احنا فداك وما تهمكش من اي تهديد دول امريكيه خارجيه، احنا فداك، احنا فداك، كل مصر فداك. لو سمحت انزل لابنائك ولاخواتك، انزل لوطنك، انزل لبلدك مصر العظيمه، واحنا فداك، احنا فداك. احنا عايزينك تنزل، ولو ما نزلتش كل الشعب المصري هيبقى قدام بيتك ليله واثنين وثلاثه والعمر كله، وانت هتبقى السبب الرئيسي في تدمير مصر وتجزئة مصر. اخلص بورسعيد، اخلص سينا، اخلص النوبة، انقذ الاخبار. احنا كلنا بنحب الاخبار. انت الوحيد اللي عارف، انت الوحيد اللي عارف بطل مصر، انت الوحيد اللي عارف بطل مصر. بطل مصر فيها ايه الامراض اللي فيها، وعارف بطل العالم كله امراضه فيها ايه. اسرائيل وامريكا وروسيا بتحذر مصر وبتحذر العالم كله ان عمر سليمان ما يترشحش. ليه؟ عشان عارف ان هو هيحافظ على مصر. كلنا بنحبك يا عمر. انا عمري ما هيطلع لابوي، بس هيطلع وانت بعد أن شعر كل المصريين أن هناك محاولات مستميتة للهيمنة من جانب فصيل واحد على كل مفاصل الدولة التشريعية والتنفيذية، ومع إعلان جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة طرح اسم مرشح لها في انتخابات الرئاسة أيضا، اندلعت المظاهرات الداعية لترشيح اللواء عمر سليمان، وحاصر بعضها منزل اللواء الذي أعلن من قبل رفضه الترشح. هو أكثر واحد يقدر ويعلم ألمنا ويعلم أوجعنا، وهو أكثر واحد على جنب شتاتنا. إن ما كانش ينزل عمر سليمان ويمتثل عمر سليمان لحكم الشعب المصري سنبيد الليالي أمام منزله حتى يمتثل لأمرنا ويلبي أمر الشعب المصري. أبو سينك يا عمر يا سليمان، أبو سينك انزل من بيتك، انزل للكظمة، انزل للكظمة. ومع هذا الضغط الشعبي الجارف وقبل 20 ساعة فقط من إغلاق باب الترشيح، استطاع أنصار ومؤيدو سليمان جمع 30,000 توكيل من المواطنين، بل ووصلت عدد التوكيلات نحو 60,000 توكيل. عملوا توكيل هنا وسلمته في الخيمة، والتأييد يا اخوانا مش بالكلام، بالفعل. وما جاش هو هنا احنا مستني لغاية ما نروح له بيته. كان رد فعل جماعة الإخوان عنيفا ومتوترا، وجرت خلال ساعات قليلة أكبر عملية تصفية معنوية وسياسية لم تتوقف عند الهجوم الإعلامي، بل خرج عدد من قيادة الجماعة والتيارات الإسلامية يهددون بأنهم سيقاومون عمر سليمان وقيادة حرب أهلية في حال نجاحه
ووصوله للرئاسة، ووصل التهديد للقتل الصريح، خاصة بعد أن هدد سليمان بفتح ما يحمله الصندوق الأسود من معلومات عن الإخوان. ووصل الأمر ذروته باجتماع البرلمان لإصدار قانون يقضي بعزل نائب رئيس الجمهورية وعدم الترشح. كل من عمل خلال ال10 سنوات السابقة على 11 فبراير رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني المنحل أو أمينا عام أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته وزاد في بقائه في منصب من هذه المناصب المذكورة أكثر من 2 سنين. ورغم ذلك لم يخرج الرجل مطالبا أنصاره بالخروج أو مهددا، ولأن الرجل تربى في مؤسسة القيم، ولأنه ابن مخلص لمؤسسة عسكرية علمته معنى التضحية في سبيل الوطن، فقد أعلن قبوله قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده على أساس أن التأييدات الشعبية الصحيحة التي حصل عليها في أحد المحافظات 15 تقل عن 1000، وهي محافظة أسيوط التي قالت اللجنة إن عددها 969. ما نعيشه اليوم وما يحدث في شوارع مصر وميادينها يؤكد أن الرجل كانت له رؤية ثاقبة، وكان كمن يقرأ المستقبل عندما أكد أن المشكلة الأولى التي ستواجه مصر تتمثل في صعود التيار الإسلامي المتطرف، سيكون كارثة على الديمقراطية والسلم الأهلي. عمر سليمان مات ومصر لا تموت، فقد ترك من ورائه رجالا هم تلاميذه وأبناؤه، رجال أقسموا يمين الولاء لمصر وشعبها، وكانوا دائما هم وإخوانهم رجال القوات المسلحة في صف الشعب، لم يخذلوه ولم تثنهم تهديدات أو عقبات عن أداء الواجب. كانوا مع الشعب في 25 من يناير، وكانوا مع الشعب في 30 من يونيو، ولا تزال ملفاتهم تحمل بين طياتها الكثير والكثير الإنجازات والأسرار التي لا يعلن عنها لأسباب تتعلق بصالح الوطن وأمنه واستقراره. مقاطعة بونتلاند الصومالية، معقل قراصنة البحار. هنا تختطف السفن وتحتجز الرهائن من كافة الجنسيات. وهنا كان للمخابرات المصرية دورها البارز عام 2010 في التفاوض وتحرير 3 سفن مصرية هي المنصورة، لوستار والسويس. رحم الله عمر سليمان، واحدا من أبناء هذا الوطن الذي أحب بلاده فأحبه أهله ومواطنوه. ذهب ورحل في كبرياء يحوطه حب كل المصريين ودعواتهم.